خليني أقولك حاجة بصراحة، الخضوع مش كلمة وحشة، واللي وحشها هو الفهم الغلط. الخضوع بحب هو إنك تبقي ست فاهمة نفسها وعارفة تستخدم أنوثتها، مش إنك تكسريها. وطول الفيديو ده هشرحلك المعنى بأمثلة حقيقية تحسيها وتشوفي نفسك فيها. تعالي نعرف مع بعض يعني إيه أصلا خضوع. الخضوع مش إنك تقولي حاضر وخلاص وإنتي مثلا موجوعة، مش ده اللي أنا أقصده. الخضوع اختيار. مثلا راجل راجع تعبان من شغله، مش طالب حل ولا نقاش ولا محاضرة. الخضوع هنا انك تهدي الإضاءة وتحطي أكل مثلا يحبه لو هو عايز ياكل، وتقولي له حاجة بسيطة جدا، مثلا شكلك تعبان، تحب ترتاح شوية. ده مش ضعف، دي قراءة ذكية للحظة. الست بطبيعتها ست تفاصيل، الست بتعرف تلاحظ. الراجل ممكن ما ينطقش، مثلا لاحظت انه ساكت مش على طبيعته، مش محتاجة تفضلي تقوليله مالك مالك مالك. الخضوع الأنثوي هنا بقى بيجي دوره. سيبيه يا ماما على راحته، ابعتيله مسج بسيطة، أنا حاسة بيك، مثلا لما تحب تتكلم أو أنا موجودة. وابدعي بقى حاجات من هذا القبيل من غير ضغط. ده اسمه احتواء، ده ذكاء أنثوي قادر يغير حياتك 180 درجة. تعالي أقولك حاجة بسيطة. في ستات فاكرة ان القوة انها تمشي الراجل على مزاجها. هقولك مثال وده غلط تماما انه يتعمل. مثلا انك تقولي للراجل انت لازم تعمل كده، انت غلطان، انت مش فاهم، بلا بلا. ده صراع مش علاقة. مثال الصح واللي هيبينلك الخضوع بحب اللي انا اقصده، مثلا لما تقوليله انا واثقة في قرارك، رأيك مهم بالنسبة لي، ممكن نفكر سوا. هنا الراجل بيحس انه قائد مش متحاصر. وتعالي بقى اقولك ليه الخضوع بحب يخليه يتعلق. لان الراجل لما يحس انه مقبول، مش مطالب انه يمثل، مش محارب، صدقيني بيتعلق. مثال، راجل غلط وجاي يعترف، ست مسيطرة تقول مثلا شايف، ما انا قلتلك. ست انثوية تقول كلنا بنغلط، المهم نتعلم. فرق كبير، كبير جدا. مين فيهم الراجل هيحس بالأمان معاه، ومين فيهم هيحب يرجع ليها. كمان حابة أوضحلك حاجة، خضوع الست مش بيلغي شخصيتها. مثلا الخضوع مش انك تسكتي عن رأيك، لا مقصودش كده. مثلا لو مش موافقة على حاجة، بدل ما تقولي لا انا مش موافقة وخلاص، قولي مثلا حاسة ان القرار ده مش مريحني، ممكن نفكر فيه تاني. نفس المعنى لكن بطاقة مختلفة. تعالي اقولك بقى حالات معينة الخضوع فيها بيبقى غلط. لما مثلا الراجل يكون مؤذي او مستهين، بيكسر. مثال، مثلا راجل بيقلل منك وبيهين وبيسخر. هنا الخضوع مش أنوثة، هنا ضعف. والأنوثة الحقيقية تعرف تقول لأ وتبعد. الخضوع بحب مش تنازل. حبيبتي ده وعي. أنوثة فاهمة امتى تحتوي وامتى تحط حدود. ولما بتبقي فاهمة كده، الراجل السوي هيقرب ويتعلق من غير حتى ما تطلبي.